عندك لفة جلاش مركونة بقالها قد ايه ومتكسرة ومش عارفة تعملي بيها اي حاجة، لا حلو ولا حادق. طيب عندك ربع كيلو لحمة مفرومة ومحتارة تعملي ايه، وجعتي جوع اخر الليل بتاع الشتاء، ولان الشتاء ببساطة بيجوع وبيبقى نفسنا في حاجة حرشة كده بالليل. تعالي هنعمل احلى صينية جلاش ممكن تاكليها في حياتك وبأقل تكاليف وبامكانيات موجودة في كل تلاجة. عندي هنا 200 جرام من البصل على ربع كيلو من اللحمة، 250 جرام لحمة، وكمان طماطمايه وقرن فلفل، وكمان فصين توم، وعلبة زبادي من اي نوع ممكن تفضليه، وطبعا لفة الجلاش المتكسرة، ومعلقتين سمنة. هي دي المقادير اللي موجودة في كل بيت، يعني عشوة بسيطة وسهلة، وكمان امكانياتها موجودة في كل تلاجة من تلاجاتنا. 200 جرام من البصل مش حاجة خالص، وكمان يعني هو بما يعادل بصلتين كبار، وكمان فصين توم وقرن فلفل، يعني حاجة كده مش هتكلفك. حطيهم كلهم في كبتك واضربيهم ضربة واحدة لحد ما تنعميهم. انا مش عايزة فيهم الخليط يكون تخين او حتت، علشان خاطر يعني انا عاملة نفس كمية البصل هي كمية اللحمة المفرومة، فعلشان خاطر ما يبقاش فيها قطع من البصل او قطع من الفلفل تحسي ان في فرق ما بين الاتنين. انا عايزاهم الاتنين مكون واحد، وهو ده اللي هتشوفيه في الاخر. بعد ما تفرميهم فرمة كويسة جدا تنعميهم، تبقي عاملة زي ما يكون يعني عاملاهم في المبشرة بالمبشرة على ايديكي، اللي هو ما يكونش فيها اي تكتلات ولا اي حتت. هتنزلي عليهم باللحمة وتحطي بقى التوابل بتاعتك، شوية ملح، شوية كزبرة، وكمان فلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر، والتوابل بتاعه الكفتة، وكمان شوية كاري علشان يظبطوا الدنيا كده. وطبعا اي مادة دهنية عندك سواء زيت او سمنة. انا عاملاها النهاردة بأقل تكاليف، وهتعملي صينية قد كده تكفي اللهم بارك 5 افراد. احنا والله 5 افراد واتبقت منها لتاني يوم. ارفعي بقى اللحمة المفرومة على نار تكون نار هادية، وسيبيها بقى تستوي براحتها علشان البصل ما يديش طعم مش حلو معاكي. انا عايزاهم كلهم كلهم يستووا مع بعض، وما يبقاش فرق ما بين اللحمة وما بين البصل. الوصفة بتاعتنا النهاردة اقتصادية جدا لأبعد الحدود، وكمان إعادة تدوير بدل ما ترمي اللفة بتاعت الجلاش عشان خاطر اتكسرت او اتهرت معاكي من الركنة في الفريزر، فهتعمليها بوصفة تانية وكمان هتديكي طعم فوق الخيال. معلقتين من السمنة هنا، ونزلت بنص علبة الزبادي، يعني كمان ما استخدمتش الزبادي كلها، وشوية بيكربوناتو كربونات الصوديوم اللي هي بديل البيكنج باودر. لو في عندك بيكنج باودر هتحطي منها نص معلقة صغيرة، ورشة ملح ورشة فلفل اسمر. وخدي بالك ان الكربونات اللي حطيناها هتكتل معاكي الخليط ده، زي ما انت شايفة كده هو سايح، بس لمجرد ان هو يتركن شوية هتلاقيه تخن كده، وهتزوديه مكون تاني. وده اللي انا هوريهولك في الوصفة بتاعتي. بصي هو هيبتدي يتفاعل كده مع نفسه، هيبتدي يتقل ويتخن، وهقولك هتحطي ايه. جبت الصينية بتاعتي او البايركس على حسب الصينية اللي هتستخدميها، دي اكبر صينية في صواني البايركس عندي. ولفة الجلاش عندي لفة 500 جرام اللي هي نص كيلو، واللفة الصغيرة دي بقيت جلاش كنت عاملاه حلو قبل كده، يعني بما يعادل مثلا 600 جرام من الجلاش على الصينية الكبيرة دي. هتبتدي بقى بما اني بصي بقيت اللفة الصغيرة بصي متكسرة ازاي. لو تلاحظي انا فضيت بقيتها في البايركس بتاعي عشان اوريكي هي متفتفتة قد ايه. حطيت دي على دي وابتديت اقطعها كده بشكل زي ما انتي شايفة، ما ياخدش معايا وقت ولا مجهود ولا حتى سمنة ولا اي خليط ممكن تستخدميه. يا دوب بمعلقتين من السمنة عملتي احلى صينية من صواني الجلاش، وكمان كانت طعمها فوق الخيال. واتعشينا وحمدنا ربنا بفضل الله، وكمان شربنا بيبسي، وكانت احلى عشوة ممكن تتعشيها. هنا ابتديت بعد ما قطعت الجلاش بتاعي ابتديت احطه في الصينيه طبقه منه، وزي ما انتي شايفه بصي الخليط كان مكتل معايا. لازم تزوديه شويه زيت عشان تاخدي القوام اللي انتي شايفاه ده، يبقى حاجه سايله. لو ما عملتيش كده هتلاقي القوام بتاعك تخين، ومش ده مش مطلوب خالص خالص في الوصفه. هيستهلك منك زبادي، وهيستهلك منك سمنه اكتر من اللازم، وهتبقى يعني تقيله جدا جدا في الاكل، وهتخلي نفسك تجزع منها.
انا هنا قسمت نص لفتين الجلاش زي ما انتوا شايفين، حطيتهم على بعض عشان اخد نصهم بالظبط. حطيت نصهم من تحت، وما بين كل راق وراق كده كل ما بحط شوية احط عليهم معلقة من الخليط ده. وكانت حقيقي موفرة في السمنة جدا جدا ومش مكلفة معايا نهائي. حطيت معلقة من الخليط وابتديت كده اوزعها بشكل عشوائي، ومش شرط ان كلها تبقى شاربة من الخليط اللي انا عملته، وهتديكي برضو نفس الطراوة. كانت بقى اللحمة بتاعتي في اللحظة دي كانت استوت واتعصجت كده على نار هادية خالص. انا سبتها ونزلت جبت طلب، كنت عاملاها على نار هادية خالص لحد ما رجعت لقيتها اللهم بارك مستوية. وبفضل الله بفضل الله ما اتلسعتش ولا حاجة، لان انا اشتريت حاجة من تحت البيت ما غبتش. دي بقيت صينية، بقيت لفة الجلاش زي ما انتي شايفة. ابتديت اقطعها كده واركنها لحد ما اجيب اللحمة المفرومة بتاعتي، وده كان شكلها. طبعا طلعت نزلتها من على البوتاجاز على طول على الصينية بتاعتي، وده عادي يعني، ممكن حتى لو عملتيها او ركنتيها مش هيبقى فيها اي مشكلة، مش شرط ان هي تتحط سخنة ولا اي حاجة. هنا وزعت اللحمة المفرومة بتاعتي على الصينية كاملة، وزي ما انتي شايفة بما اني حطيت بصل كتير فاللهم بارك ادتني كمية كبيرة، وبقولك كفت صينية كبيرة من صواني البايركس. هنا شوية زيتون وشوية فلفل كانوا برضو محطوطين في الفريزر حطيتهم، وشوية جبنة عليهم، وعملت الحشوة كده من جوه وظبطتها. ولو مش متاح عندك اي حاجة من ده كله مفيش فيها اي مشكلة، ممكن تعمليها جبن بس او لحوم بس، او حتى ممكن تعمليها مثلا حلو زي ما انتي حابة. اعمليها سواء بقى حلو او حادق، ممكن تعمليها بنفس الطريقة، بس هتغيري شوية في المقادير بتاعتها او المكونات بتاعت الخليط بتاع التسقية. هنا كبستها من الجناب كويس علشان ما تبقاش فاصله ما بين الطبقه اللي تحت والطبقه اللي فوق. ابتديت احط من اللي احنا قطعناه النص التاني بتاع لفه الجلاش، واحط طبقه واحط معلقه سمنه بالزبادي. الزبادي بقى ميزتها في الموضوع ده ان هي بتدي طراوه رهيبه، تحفه تحفه في الجلاش. انا بعشقه بصراحه بالزبادي لاني جربته كتير بكل المكونات، يا مره يطلع معايا معجن يا مره يطلع معايا متكسر، بس الزبادي من جوه مدياله طراوه حلوه جدا وهوريها لكم في الاخر. حطيت بقى بقيه الخليط بتاع السمنه والزبادي عشان طبعا تدي طراوه من فوق. ولو هتحمري الوش على كده مش هينفع تحطي الزبادي من فوق، تدهني سمنه فقط علشان الزبادي هيتحرق معاكي في الفرن. بس انا هحط طبقه تانية وهي طبقه البشاميل، معلقتين كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين من الدقيق، عليهم معلقة من السمنة، عليهم مكعب مرق وشوية ملح وشوية فلفل اسمر، وقلبيهم كده على البارد وارفعيهم على البوتاجاز على نار هادية جدا علشان خاطر ما يكتلش معاكي ويعمل قطع قطع او كتل، لحد ما ايديكي ما تفرقهوش لحد ما يغلي زي ما انتي شايفة. مش كمية كبيرة، هي يدوب هتاخد الوش بس علشان خاطر تديها طراوة حلوة، وكمان من الزبادي ما تتحرقش معاكي من فوق. هنا انا اديتها بتاع ربع ساعة في الفرن وطلعتها علشان خاطر تاخد الوش الذهبي الحلو بتاع البشاميل. وممكن بقى زي ما انتي حابة تحطي عليها شوية جبنة موتزاريلا من فوق او جبنة شيدر او حتى اي اضافات، او ممكن تسيبيها على كده ويدوب تحط تدهنيها وشها سمنه من فوق بس، يعني براحتك خالص زي ما انتي حابه وعلى حسب امكانياتك اعمليها. انا الوصفه بتاعت النهارده اقتصاديه جدا 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 وعاملاها باقل تكاليف وبمكونات موجوده في تلاجة اي حد فينا. نزلت عليها هنا بشويه جبنه موتزاريلا على الوش بعد ما حطيت البشاميل عشان تاخد اللون الذهبي او اللون بتاع التحمير ده. زي ما انتي شايفة كده الجبنة اخدت وش كده، وكمان الجناب من جوه طرية، يعني مش حاجة ناشفة ولا هتتعبك في ولا هتبقى متكسرة معاكي ولا اي حاجة، بالعكس واخدة سواها المظبوط. هتسلكي كده الجناب بسكينة او بسباتيولا او اي حاجة وتبتدي تحركيها، بس اهم حاجة تكون يعني تهدى شوية عشان تقدري تمسكيها. انا بصراحة كانت سخنة جدا جدا والحمد لله، بس ربنا ستر ونزلت معايا بمنتهى السهوله، وفي مقاطع كتيره راحت مني بس يلا مش اشكال. اهم حاجه ان انتوا تاخدوا الوصفه كامله والنتيجه في الاخر. انا هنا بما انها كانت سخنه فكانت صعب التعامل معاها جدا جدا، فحاولت انزلها كده زي ما انتوا شايفين بالعافيه،
بما ان البايركس بتاعي بيحتفظ بالسخونه قوي يعني، فابتديت اقطعها. وطبعا زي ما انا قلت لكم في مقاطع كتيره راحت مني، بس كده لحد ما ابتدت تهدى. طبعا راح مقطع التقطيع والموتزاريلا وهي بتشد معايا وهي سخنه. بس طبعا اهم حاجه ان انتوا توصل لكم الوصفه مظبوطه، وكمان واخدين النتيجه حلوه زي ما انتوا شايفين لونها عامل ازاي. اللهم بارك، كانت طعمها حلو جدا وكانت عشوه بمنتهى السهوله ومنتهى البساطه. لو الفيديو بتاعي عجبك ما تنسيش تحطي لايك طبعا وتشتركي في القناه. هسيبك في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله.